أن حصر التمثيل الكردي ب4 مقاعد هزيلة من أصل 210 مقعداً في مجلس الشعب يمثل التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية على الأرض. فالشعب الكردي في روجافاي كردستان الذي يشكل مكوناً أصيلاً وتاريخياً لا تقل نسبته عن 20% من إجمالي سكان سوريا يحرم اليوم عبر تعيينات ممنهجة من صوته الحقيقي وحقه المشاع في صنع القرار الوطني. بناء على ذلك نؤكد في القوى والأحزاب السياسية الكردية على أننا نرفض جملة وتفصيلا هذه التعيينات، ونعتبر آلية التوزيع الحالي استمرارا لسياسات التهميش العنصري الهادف لتغييب القضية الكردية، ونتمسك بحقنا في تمثيل البرلمان الحقيقي لا يقل عن 40 مقعدا لأشخاص كرد يتبنون قضية شعبهم العادلة المتمثلين عن روجافاي كردستان منطقة الكردية تماشيا مع النسبة السكانية الواقعة للمكون الكردي. كما نحذر بأن قبول أي جهة سياسية أو اجتماعية بتثبيت هذه المقاعد ال4 هزيلة سيمثل سابقة تاريخية بالغة الخطورة، حيث سيبني عليها مستقبلا في تحديد حصص المكون الكردي في كافة مفاصل الدولة من الوظائف السيادية والحقائب الوزارية ومؤسسات قضائية ودبلوماسية، مما يعني حكما بالإعدام السياسي على حقوقنا للأجيال القادمة.